السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايب قلبي، وحشتوني قوي قوي من آخر فيديو. أول حاجة بنسمي الله ونسمي الله نذكر الله، اللهم صل وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. تعالوا كده فيديو جديد معانا، ده فطار 17 يوم من رمضان. كل سنة وكلكم طيبين. خلاص الأيام بتجري، احنا في الأواخر العشرة الأواخرين بقى، ندعو فيه كتير. بصوا فطارنا بقى النهاردة كان زي العسل. كان بقى القلقاس، بقى مين ما بيحبش القلقاس؟ شايفين جمال القلقاس ازاي؟ الله يا جماله. مع بطة كده جميلة كده. البطه دي انا سبحان الله كنت جايباها من اول رمضان بس ملهاش نصيب تتعمل، فقلت لا طلعها هي كده يا ام حنين واعملي جنبها شويه قلقاس، كنت مفرزاهم في الفريزر. قلت اطلعها، انا بفرز بسله قلقاس الخضار البرقيه بفرزه بطلعه، برضو بينفع. بصوا البطيبه كانت محمره ووشها جميل ازاي، هقول لكم برضو في الفيديو. الفيديو معانا اهو باذن الله، نشوفوا بقى انا عملتها برضو ازاي. بصوا جمال الله الله على الخضار ولا الحلاوه بتاعت القلقاس. وده بلح تمر بقى كده بنفطر عليه، وشويه سلطه خضراء. بصوا بوريكم جمال القلقاس عامل ازاي، اخضر جميل زي العسل. هوريكم في الفيديو من البدايه طريقتي في القلقاس ازاي، والبطايه دي عملتها ازاي برضو. وشويه كان معانا بقى عصير قمر الدين، انا بحب قمر الدين بقى. هو بصوا شويه عصير بقى قمر الدين بقى، تفطري بقى بيهم زي العسل. تعالوا نشوفوا بقى عملنا ايه في الاول. بصوا انا بجيب بط العابد. بصوا بط العابد ده في الهايبرات معروف، مفيش احسن من بط العابد. تاخدي بط حلو، تشتريه العابد، جميل جدا. طبعا طلعتها من الفريزر عشان تفك شويه. تمام. حاططها كده تحت الميه، وهحطها في شويه ملح وشويه خل، اسيبها شويه زي ربع ساعه نص ساعه، واحطها بقى ايه بقى في الشوربه. لو مش بتجيبوا البط البلدي، انصحكم اي حد بيشوفني يجيب بط العابد ده، مفيش احسن منه والله العظيم. إيه البط بيتجاب في رمضان، انا بجيبه في رمضان بس، يعني موسم رمضان بس. احنا مش بناكلوه كتير عشان بيبقى تقيله ودسمه. كانت عندي من اول رمضان، وانا بصراحه ما عملتهاش، فقلت لا اطلعها بقى خلاص بقى، احنا في اواخر رمضان. بصوا بوريكم اهي، قطعتها كده بتفكيها، هي طبعا مجمده عشان في الفريزر. لا طلعيها تفك شويه. يلا حبايبي اللي حطوا اللايك على الفيديو. بفكركم اوعوا تنسوني بالله عليكم في شير، لايك، كومنت حلو، واشتراك في القناه اللي ما شافش قناتي منوعات ووصفات ام حنين وزياد، عشان عيلتي تكبر بيكم اكتر واكتر. بصوا بقى، هي بصوا هي كده بتفك عشان جامده طبعا، لازم تسيبيها تفك شويه. سبتها تفك، حطيتها بقى في الشوربه كده، حطيتها بقى زي ما انتوا عارفين انا في شوربتي بعمل اللي فيها ايه. بحط ورق لورا، بحط بقى الجزر زي ما شايفين كده، جزرايه، طماطمايه، الملح الفلفل، وسيبيها تاخدي احلى شوربه. واصلا بصوا شوربه البط عامله ازاي، انتوا يعني شايفين بتبقى دسمه غير الفراخ. لا شوربتها دي دسمه. انا بصراحه لما بيكون عندي بط بحب اعمل بيه القلقاس، بصراحه اكتر حاجه قلقاس. فقلت لا يا بنتي طلعي كده كيس قلقاس وطلعيه كده اعمليه جنب البطايه. كان فطار كان زي العسل. يسلمكم كلكم، اتفضلوا. بص انا كنت هنا بشككها، يعني بجيب السكينه تعرفي ان البطه عشان ما استوتش ولا لا، تجيبي السكينه وتشوكيه وتشوفي اللحم. لو اللحم هتلاقيه زي ما انا عملت كده شايفين، بيدخل معاكي بسهوله، تبقى بدات في السوا خلاص استوت. تسيبيها شويه، لو لسه نيه مش هتخش معاكي. بقول لكم حطوا اللايك اهو. ماشي. لازم تشككيها الاول تشوفي اللحم بتاعها سوا ولا لا. بصوا بقى القلاص طلعته من الفريزر، حطيته في بوله، وجبت بقى هنا السلق بقى بتاعي والكزبره. القلقاس بيعوز ايه يا حبيبي؟ بيعوز سلق وكزبره. بتجيبي السلق والكزبره بتاعتك، تمام، تغسليهم حلو قوي وتحطيهم في طبق وتصفيهم. قبل طبعا ما الشوربه طبعا تخلص مع البطه، بتطلعيها وتحطي القلقاس يستوي فيها. وفي فتره القلقاس وهو بيستوي فيها طبعا تكوني انت قطعتي السلق بتاعك. انا بقطعه من الجدر، يعني بتجيبي الجدر ده، بتشدي منه الورقه، وبرده نفس الطريقه الكزبره. بصوا بوريكم اهي، طلعت البطه اهي خلاص طلعناها عشان احطها هنا بقى اعملها بالتتبيله بتاعتها. بصوا انا بقطع زي ما قلت لكم اهو. انا هنا كنت مقطعه السلق والكزبره لوحدهم. بصوا بقطع بوريكم طبعا كل حاجه بوريها لكم عشان ما اخبيش عليكم، الفيديو بيبقى كامل بالوصفه صح. بجيب انا اهو السلق كده اقطعه من ورق اهو كده، والكزبره تجيبي ورقهم وتقطعيهم وتغسليهم وتحطيهم في مصفى. تمام. طبعا شوربه البطه بصوا بقى دسمه ازاي، بصوا جمال الشوربه حلوه ازاي. حطي القلقاس بتاعك بقى عشان يغلي بقى كده فيها، يستوي ياخد السوا بتاعه. انا بقى طريقتي في القلقاس بعملها ازاي يا حبايبي؟ بجيب السلق وبجيب الكزبره في الخلاط، وتحطي عليهم زي حبه ميه صغيرين.
هتتصفى معاكي، هتاخدي التصفيه دي هتشوفي انا هعمل ايه. اهو بصي بحط السلق مع الكزبره في الخلاط. والله الطريقه دي يعني واخداها من شيف اصلا، بقيت معتاده في الطريقه دي، في طريقتي في القلقاس. احلى طريقه وطعم، يعني طعم ليه طعم حلو. حطيه كده كلهم، ولازم تحطي شويه ميه عشان الخلاط يمشي معاكي. يعني لو مش هتحطي ميه لا مش هيمشي معاكي، لا تحطي شويه ميه الخلاط يمشي معاكي. تمام. حطي بقى كده اهو، بصي شويه ميه زي ما بقول لكم، وحطي بقى اضربي بقى السلق والكزبره زي ما بص بوريكم اهو. كل حاجه بوريها لكم ما اخبيش عليكم. هيطلع بقى معاكي بقى الميه، تصفيه من الميه بتاعته، وهيتفضل اللي هي السلق والكزبره نفسها هي دي هتاخديها انتي على النار لوحدها. بص بوريكم اهو، اخدنا الميه صفيتها، صفيت السلق والكزبره من اهو بص بوريكم طلعته على جنب في المصفى. تصفيه حلو قوي قوي، تجيبي ظهر المعلقه وتصفي تطلعي الميه الخضره ديت، تحطيها على القلقاس وهو بيستوي. يعني الميه بتاعته تحطيها على القلقاس. تمام. اهو بصوا ازاي لحد اخر حاجه ما تسيبيش حاجه. احلى قلقاس كان زي العسل. القلقاس بتاع بدايه الصيف ده جميل كمان جدا يا حبايبي، احسن من الشتاء. وانا كده 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 كنت بفرزه في الفريزر عندي. فطار كان حلو، كان عايزكم يستاهل بقكم والله. مين بيحب طبعا ما فيش حد ما بيحبش القلقاس، الشعب المصري كله بيحب القلقاس، انا عن نفسي بحبه جدا. بصي بتصفيه، بصوا بوريكم كده بتصفيه لحد الاخر خالص. بتاخدي الورق بتاعه اللي اتفضل. هوريكم دلوقتي تعملي فيه ايه. الاول هتحطي الميه ديت في الشوربه عشان تاخد السوا بتاعه. تمام. وتاخدي الورق ده تعمليه في حته تومه. اهو باخده كده اهوت، باخده كده اهو. بس اتدحرج مني شويه فوق مني شويه. بصوا بحط الميه الخضراء بتاعه السلق والكزبره طلعت، صفيتها وتحطيه. بصوا بقى جماله والله زي العسل. ايه رايكم؟ حطي اللايك واوعي تنسي الشير. شير يا جماعه ولايك، واللي ما شافش القناه لاول مره يشترك في القناه. وبالله عليكم بالله عليكم ما تخطوش الاعلان، عدم تخطيط اعلان، لان هو بس الربح اللي في الفيديو، عدم تخطيط الاعلان يا حبايبي. بصوا بقى جمال القلقاس بقى بخضره حلو ازاي. طبعا طلعت البطه اهي. بوريكم بقى التتبيله بتاعتها عشان احطها زيها زي الفراخ، بعملها بالظبط على فكره. بجيب الصلصه وبجيب الملح وبجيب الفلفل وشويه زيت، وتضربيهم كده مع بعض، وادهني هاتي فرشه وادهني بقى البطايه كلها. بحطيت الفلفل الاسمر والملح والزيت والصلصه اهو، تخلطيه مع بعض وادهنيها وحطيها في الفرن. هتطلع معاكي اللون المحمر اللي انت بتشوفيه المحمر ده قوي. انا طريقتي دي في فراخ في بط في اي حاجه بحب احمرها، ما بحطهاش على البوتاجاز لا، بتدخليها الفرن في الخلطه دي. بصي ادهني البطايه كلها زي ما انتوا كنتوا شايفينها في اول الفيديو، كان لونها كان جميل ازاي. بس هي البطه طبعا البط معروف هو دسم دسم شويه وتقيل غير الفراخ. انا خليت البطه دي تاني يوم النهارده، يعني ده فطار امبارح لا خليته النهارده. فضل كتير، فضل منها عشان كبيره ودسمه. في ساعات معانا اكل بيقعد باليومين على فكره يا جماعه، مش شرط تعملي اكل يقعد معاكي يوم لا، يعني بترتاحي من وقفه المطبخ شويه، صح ولا ايه؟ يلا حبايبي ام حنين وزياد، اوعوا تنسوا بالله عليكم اللايك على الفيديو الجميل ده بقى والشير. بصوا بقى خضار القلقاس بوريكم الميه اللي حطيناها اهي، اللي طلعت من الورق، وتسيبها تستوي حلو قوي. ما خدش معايا ربع ساعه وتلت ساعه على فكره واستوى. دهنت بقى كده البطه كده كلها، تدهنيها كده داير ما يدور من فوق ومن تحت، والجنان ما تسيبيش فيها اي حته، ما تسيبيش فيها حاجه. بصوا انا بقى اهو بوريكم. بعد كده حطيت بقى تومه على شويه سمنه وشويه زيت، وجبت بقى الورق اللي اتفضل من بعد ما حطيت الميه في القلقاس، ميته مع القلقاس واللي اتفضل اهو، حطيته بقى في حبه سمنه وزيت وتومه. وافضلي بقى بصوا عايزه اقول لكم يعني تفضلي تقلبي فيها كده لحد لونها ما يغمق، زي ما بيقولوا ايه، بتخرفش. عارفين الخرفشه؟ يخرفش معاكي، تحسي بيخرفش معاكي خلاص، اغمقي منك خالص، تقومي حطاه. بس كده، دي تاخدي بقى من تحت ايديكي احلى قلقاس. اهو بصوا ما حبيتش بطول عليكم الفيديو. بصوا بقى خرفش، بدأ يخرفش وبدأ يدي لون خضار غامق. اهو بصوا بوريكم بيدي خضار غامق خالص، تبقي واثقه ان هو عطى الخضار الغامق، تقومي حاطاه ورا فوق القلقاس وهو بيستوي. بصي يا جماله يا جماله والله عايزه اقول لكم، وانا وهو بيتعمل ريحته كانت جايبه لاخر الدنيا.
الله الله الله، احلى فطار كان والله العظيم. اهو بصوا بصوا غمق خالص، انا كنت بقى سايباه لحد ما قلت لكم بيخرفش. يعني تمسكي كده تحسي ان هو بيخرفش معاكي في الطاسه. هتقومي حاطه بقى، بصوا الطشه بقى ديت، بصوا مش عايزه اقول لكم، مش عايزه اقول لكم الريحه كانت طالعه عامله ازاي. كانت جميله جدا. بصوا جمال بقى. بصوا لون القلقاس طبعا اللي فضل في الطاسه ما تسيبهوش، لا. طبعا النار هنا بس ايه يعني، الحمد لله. بتحطي بقى شويه الميه، الشوربه في الطاسه، بتكملي بيهم اللي فاضل ما تسيبهمش. تقومي حاطه ومكمله بقى بيهم باقي في القلقاس. او بصي خدي كده الباقي اهو، وكملي بيه. يا احلى قلقاس ده ولا ايه؟ بصوا الجمال. ايه رايكم بالله عليكم؟ عايزاكم تقولوا في التعليقات لو وصلتوا لحد هنا الحته دي هنا. قولوا لي في التعليقات الله يا ام حنين على، بصوا إيه ده، كاميرا كمان ظلماه على شكله القلقاس ولا طعم ولا ريحته. جميل جدا. بوريكم بصوا الخضار بتاعه ولا اللون ده. بصي وبصي على الوش عامل ازاي، جميل جدا. يلا كده اي حد عندها قلقاس بقى في الفريزر مفرزاه، مع بقى في بطايه فرخه، يلا قومي تشجعي واعمليها. نعمل بقى شويه كده بقى رز بقى جنبيه. بصوا بوريكم اهو بعد ما خلصنا قلقاس جميل زي العسل. نعمل شويه رز بشعريه، تجيبوا شويه الشعريه حمريهم لحد ما تخليه لونها دهبي كده حلوه. انا كنت عامله 3 كوبايات رز على 3 كوبايات ميه. طبعا بتسخني الميه بتاعت الرز، وتحطي فوق الشعريه لما تغمقي لونها كده شويه اهي الرز، وتقلبيها تكون الميه سخنت تحطيه. هتاخدي معاكي رز مفلفل زي العسل على فكرة، بالطريقة دي حلو قوي. بصوا الجمال اهو. حطي الملح بتاعك وظبطيه، هيطلع معاكي احلى احلى رز بشعرية. ايه رأيكم في الفطار النهاردة بقى؟ شوية رز بشعرية جمال، وشوية قلقاس بالخضرة، الله، وبطاية، وشوية سلطة بقى. هوريكم بقى السفرة هيبقى تبقى عاملة زي منظرها ازاي. اهو كده حطي بقى المية، وحطي الملح بتاعك، وحطي بقى على نار هادية ووطي عليه بس كده. هيطلع معاكي احلى رز بشعرية مفلفل. قلبي بس كده ايه مرة لحد ما تلاقيه اتشرب، وجيبي اللي تحت فوق بس كده، وسيبي على نار هادية. تمام. هغطيه كده واحط الغطا، وخلاص سيبيه يتشرب. احلى اخوات، اوعوا تنسوا تحطوا اللايك. يلا حطوا بقى كده. وتبصوا بصوا، عايزه اقول لكم انا كنت كل شويه بوريكم الاسم من جماله. هنا البطه خلاص طلعت اهي يا حبيبي من الفرن، طلعتها. بصوا بصوا لونها عامل ازاي. ايه رايكم في لونها؟ احسن من البوتاجاز، احسن ما تحمريها على البوتاجاز على فكره بكتير. بصوا الرز هنا بقولكم كده، بصوا كان في مفلفل وجميل جدا. الرزه فوق الرزه، مش معجن، لا الرزه فوق الرزه. والقلقاس اهو بقى خلاص خلص. واتفضلوا بقى معانا الفطار النهارده. قلت اشارككم معايا من اول الفطار بتاعنا لحد، وكمان هوريكم كمان بقى في الحلو بتاعنا كمان في الاخر مفاجاه هتشوفوها معايا. يعني حبيت اشارككم معايا المفاجاه بقى في الحلو بقى بتاعنا. بصوا بقى السفره، حطينا الفطار كان قبل ما يدن ب10 دقايق. ده كان قمر الدين بقى، كنت عاملاه جميل قوي. والبطايه اهي بقى لونها الحلو، وشويه البلح وشويه مخلل وسلطه مع القلقاس ورز بالشعريه. مش عايزه اقول لكم، صوما مقبولا ليكم جميعا. انا عندي بصي الاكله دي، بصوا بحبها جدا، بحب القلقاس عموما. قمر الدين بقى كمان، بصوا بحب تقولي لي اكتر مشروبين اقول لك الصوبيا وقمر الدين. احلى فطار ده ولا ايه حبايبي كلكم؟ يا رب كده يجعل ايامنا مباركه في اخر 10 الايام من رمضان. في اللهم بلغنا ليله القدر يا رب يا رب يا رب. وادعوا كتير قوي، الدعوات مستجابه. اللهم بلغنا ليله القدر. اللهم انا عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب، اللهم امين. او بص بقى، قبل ما انهي الفيديو بقى حبيت اوريكم بقى دي مفاجاه. كنت في السوق لقيت بتاع القطايف عامل حاجه جديده، قطايف بالمانجا. يعني القطايف نفسيها لونها مانجا وطعمها مانجا، تخيلوا دي بقى. هنا كنت بقى اهو بحطها على النار بحمرها. بصوا بصوا الجمال. الله على القطايف. طبعا بعد ما خلصنا الفطار قلت لا لازم ما افوتش ده، لازم اوري لحبايبي بقى القطايف المانجا اللي انا جايباها. كان جميله. بصوا الشربات حطيتها في الشربات وبتصفيها حلو قوي. عايزه اقول لكم يعني كانك بتاكلي وبتستطعمي مانجا. عارفين استطعام المانجا؟ قولوا لي في التعليقات لو وصلتوا لحد هنا. في منكم عارف قطايف المانجا دي؟ يعني في محلات عندكم بتبيع قطايف المانجا ولا لا؟
في طعم مانجا، في طعم فراوله، في اطعمه كتير، مش كل المحلات، محلات معينه. انا قلت لا يا ام حنين، الله يعني الواحد شده كده القطايف المانجا دي طعمها خطير. انا بصراحه بعد كده مش هجيب اللي من يعني هي دي، مش هجيب البيضه، لا هجيب اللي هي قطايف المانجا دي. حمرتها كده، كنت اطلع هنا واحمر واحط في الشربات، كنت بطلع واحط في الشربات. والله العظيم عايزه اقول لكم طعمها، يا كانت جميله. طبعا انت لما بتحسي انها اتحمرت من جنب بتقومي ايه قلبها، عشان طبعا هي مش باينه، لا بس انت بتحسي بيها انها بقت اخدت لون خلاص، غير البيضه. جربوها كده يا حبايبي، روح عند اي حد بتاع كنافه كده وشوفوا، هي مش كل الناس بتبيعها، بس انا بصراحه لما لقيتها فرصه جبتها. قلت لا اوري حبايبي بقى، اوريهم القطايف المانجا دي بقى ايه دي. عايزه اقول لكم الولاد حبوها وحبتها جميله جدا، احلى من البيضه. يعني تغيير، تحس ان انت يعني في مانجا كده بقى مستطعماها. حطوا اللايك لو وصلتوا لحد هنا، وقولوا لي الله يا ام حنين ايه القطايف الجميله دي بالمانجا. تطلعي، تكون الشربات بارد من على الفوق من على النار، وتقومي حاطاه وتصفيها. تمام. احلى قطايف بالمانجا، والله كانت زي العسل. قربت خلاص على اخر الفيديو يا حبايبي. الفيديو معلش طويل شويه، بس حبيت اوريكم بامانه ربنا يعني ما نقصت حاجه في الفيديو، واوريكم كل حاجه. وهتوحشوني. قولوا لي ايه رايكم في التعليقات، قولوا لي يلا كده يا ام حنين اللي وصلتوا لحد هنا. اشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احلى اخوات في الدنيا، اوعوا تنسوا اللايك والشير.